نبدأ العرض. فارس تقول نظبط يا فارس. أبصلك عليه. مزيكا ان شاء الله جاهزة. ابدأ مزيكا. الدنيا هي دمعة رايحة وضحكة جاية. الدنيا هي دمعة رايحة وضحكة جاية. يوم لقاه وفرحة تلاقي يوم وداع بدموع وفية. ما الدنيا هي الدنيا هي دمعة رايحة وضحكة جاية. الدنيا هي دمعة رايحة وضحكة جاية. مهما تتكعبل تلاقي سكتك ماشية وعادية. ما الدنيا هي يبقى لازما كل شيء يمشي ببساطة. سهل جدا كل حاجة نسيبها لما تعدي عادي. سهل جدا نلم خيط الليل ونلقى الفجر جدا. ما الدنيا هي تشرق لبكرة الشمس وتصبح علينا. ترش لينا السكة نور قدام عينينا. وكل خطوة تضمنا طمن قلوبنا. تهمس لنا وتقول لنا الجاي أحسن. ما الدنيا هي توقف العرض. قام فجأة راح مكبر يا استاذ خالد. ايه يعني؟ توقف العرض ليه برضه؟ اصله كان متحزم يا فندم. يتحزم يا اخي وحب. عجب الاستعراض. اتسلطن مع الاغنيه، اندمج مع المزيكا. توقف العرض ليه؟ الله يخرب بيتكم. اصل كان متحزم بيحسبني اسف يا استاذ اصل خالد. اسود ناسف وسايبين وسط الناس دي كلها ليه؟ امال نوديه فين يا فندم؟ اي حته من على الناس دي. نوديه مكتب سعادتك. مكتبي لا. ولو فارق ابقى انا فين يا اخوي؟ نحبسه في الحمام. الحمام؟ ولو فرع في الحمام نبقى نتصرف احنا ازاي ساعتها؟ يا استاذ خالد ممكن نتصرف في الحمام اللي جنب الجامع اللي جنب المسرح. بص يلا الحق يلا. لا يا حبيبي مش قصدي نتصرف كده. قصدي هنتصرف زي ما عبد الخالق مثلونا. يبقى نربطه في عمود او نكتف ونرميه قدام باب المسرح. انت عايز بقى تروح هنا نسيب يفضحونا قدام العالم ويجرسونا في وسائل الاعلام. امال نوديه فين يا استاذ خالد؟ خلاص سيبوه هنا لحد الشرطه دي يتصرف وياه. طب والعرض يا استاذ؟ انا اللي في عرض. لان فريدك تدخل جوه دلوقتي. مش عايز حد على المسرح غير افراد الامن وبس. طب والجمهور يا فندم؟ الجمهور رجعوا لهم التذاكر وفضوا الصاله فورا. استاذ يا استاذ ممكن اخد مع الارهاب صوره سيلفي يا استاذ؟ ما تعرفش السيلفي؟ بتاع بوس البطه. خدي وده وقته. دي لحظه مش ممكن تتعوض. خالد وانا كمان والنبي يا استاذ. الشعب ملوش حل. يوم اتفرج على القنبله بتتفجر وكمان عايز تتصور. يعني هي جت عليا بس عيني يا بنتي خديني معاكم. وريني كده يا شهد وريني. الله صوره حلوه بنزلها بقى على الفيسبوك النهارده. ايوه ما نضمنش هنفرح في لحظه. يا ابني ما تفوقش في وش. عندنا عيال عايزين نربيهم يا ابني. اتصلت بالشرطه اهو. زمانهم جايين ليه مزنوقين في اي اشاره كده ولا كده يا استاذ خالد؟ ليه يا اخوي؟ جاي راكبين ميكروباص ولا ايه؟ قلت لهم عندنا ارهابي. حصل يا فندم حصل. والخبر نزل على السوشيال ميديا والفضائيات كمان. ما تنساش بقى يا اسلام تبقى تعمل لي منشن. يا استاذ خالد انت بلغنا بقالنا شهرين وما قبضناش لحد دلوقتي. خلاص يا عم انت هتسيح. بص يا حيالة خلينا في المصيبه اللي احنا فيها دلوقتي.
قلت مخرج المسرح بس. الله، فين بقى الارهابي؟ استنى، ما تقولش انا اللي هجيبه، وشغلتي ان انا هجيبه واعرفه. لو في بطن امه هجيبه، بشم ريحته من على بعد 10 كيلو. يا فندم رايح فين؟ ده جمهور. ايوه، ما هو باين اهو يا اخي، جمهور وقاعدين على الكراسي وبيسقفوا ومبسوطين كمان. فين بقى الارهابي؟ استنى، قلت لك ما تقولش انا اللي هجيبه. وهجيبه. مش هتكون انت، نزل ايدك انت، ده واحد تاني وانا هعرفه. يا فندم دول افراد الامن بتوعنا يا فندم. ورافعين ايديكم ليه؟ نزلوا ايديكم، مش عايزين تشتيت. الله، الارهابي بس هو اللي يفضل رافع ايده. قفشتك. تعالى لي بقى هنا، دي شغلتي. هو ده. ايه الحلاوه دي؟ ان الحس الامني عالي قوي 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 عند سعادتك. قولوا عليه، اوعوا تدوا فرصه يتحرك. اثبت مكانك، اي حركه هنفجر المكان ده. ايوه يا فندم، فجروا المكان اللي فيه ازاي؟ انتوا جايين تنقذونا تفجروا المكان اللي فيه. فين خبير المفرقعات؟ موجود يا فندم. يلا شوف شغلك. طب استاذن انا يا فندم بقى. رايح فين يا استاذ؟ كنت واخد اذن ساعه. مفيش اذون، محدش هيتحرك من هنا قبل خبير المفرقعات ما يبطل مفعول المتفجرات. طب اروح مكتبي. قلت محدش يتحرك. طب اروح الحمام. مش عايز اسمع نفس. طب اتشهد على روحي. الله اكبر. يا فندم افكر نفسك ولا ايه؟ فكنا الحزام النار. بس لسه ما بطلناش مفعول. واشهد ان محمدا رسول الله. هاتوا لي الولد ده هنا. ارفعوا راسه فوق، اكشف وشه. ايه ده؟ سيجاره كليوباترا جت تفجر المكان اللي انا فيه ده، ما اتخلقش لسه. يا اخي ده بعدك. قول لي بقى يا حبيبي، اسمك ايه؟ يوسف. اسمي يوسف. سنك وعنوانك. بقول سنك وعنوانك. مفيش. يعني ايه؟ يعني تقدر تقول كده يا باشا، من يوم ما اتولدت وانا ميت بالحي. من يوم ما اتولد ميت بالحياة. طب بتشتغل ايه؟ مجاهد. مجاهد في سبيل الله. نفس الملامح زينا وكأنه واحد مننا، نفس الملامح زينا وكأنه واحد مننا. ايه الحكاية من البداية؟ حد بس يقول لنا. شوف بقى، من هنا ولهنا ما انت لازم هتنطق وتقول لنا حكايتك ايه بالظبط، والا هتكلم يا باشا، هتكلم والله هتكلم. ايوه كده. احكي لنا بقى، مين اللي وراك؟ وجبت الحزام الناسف ده منين؟ الشيخ غريب. الشيخ غريب هو اللي لبسهولي. نفس الملامح زينا وكأنه واحد مننا، نفس الملامح زينا
سبيلك إلى الجنة مع الشهداء والصديقين والأنبياء. ايوه، يعني ايه ده برضه؟ تحزن ناسف. ايه؟ حزام ايه؟ مالك اتخضيت كده ليه؟ امال عايز ايه يعني؟ عايز اتحزم وارقص؟ هذا الحزام سوف يبدل يوم القيامة بحزام من نور وسفرت وتفوح منه رياحين الجنان. مش طالبه جنان يا مولانا، الله يكرمك. وبعدين معك يا فلوس بدل ما تسقط وتطير من الفرحة. هطير كلنا دلوقتي، بس متفرتكين بتحب. ما تخافش، احنا لسه ما وصلناش السلوك بتاع دايرة التفكير. الحمد لله الحمد لله. طب ينفع كلمه قبل ما توصلوا السلوك والنبي؟ مفيش وقت للكلام، الوقت بيدهنا. كلمه واحده بس. ليس هناك أكبر من كلمة الشهادة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. ده شرف يا أخي يتمنى ننوله. الله. طب ما تقوله أنت يا مولانا، وعلى الأقل يا أخويا تشفع لنا يوم القيامة. وإحنا نبقى نحصلك بقى كده على مهلنا. خذ يا الأمر، لقد وقع الاختيار عليك. أبشر يا يوسف. إيه؟ عبالة دلوقتي الليلة ستزفك الملائكة على 70 عروس من حور العين. 70 يابا، 70 عروس. العديل عن تقيل يابا، وأنا غلبان على قد حالي. واحدة بس لو أبوها يوافق. أنت بتفكر في النسوان يا أخي يوسف؟ نسوان إيه وبتاع إيه؟ يا ست. لا، وأنا بتاع الكلام ده. دي حب عمر. أماني بنت السور سلام. بكرة اللي جاي بأمنياته، ومعاك بعيش عمري اللي عدى بذكرياته. يا حلم بحلم بيه ومستني الحقيقة تاخدني من نفسي وعيش الحلم ذاته. أنا وإنت إيه؟ أنا وإنت غير قلبي مليان بالغرام عاشق حياته. أماني. يوسف حبيبي. أماني حبيبتي. اتأخرت ليه يا يوسف؟ وهو أنا أقدر أتأخر عليكي برضه؟ ايه ده؟ ايه انت لابسه ده؟ انت اتحجبت يا يوسف؟ عن اقتناع والله. ويا سلام لو ربنا يهديك انت كمان. نعم؟ ايه يهديك دي؟ انت شايفني معفرطه؟ لا ما اقصدش طبعا، قصدي يعني ربنا يهديكي كده عشان ندخل الجنه سوا. نعم؟ مش لما نبقى ندخل مع بعض الدنيا الاول نبقى نفكر في الجنه. وانا اعمل ايه يا اختي يا ابوك؟ ما هو اللي مش طايقني ولا طايق اشوف وشي. بيقول عليك صايع الله يسامحه وضايع الله يسامحه وشحات ومعفن ومش لاقي تاكل. الله يهده. ما هو عنده حق برضه يا يوسف. تقدر تقول لي انت بتعمل ايه في دنيتك؟ انا بعمل لاخرتي يا اختي، بصوم اثنين وخميس وبصلي الفرض الفرض. ما ابويا برضه بيصلي الفرض وبيصوم عاشوراء ووقفة عرفات، ومع ذلك شغال في الداخليه وعمره ما غاب عن شغله ولا اتاخر حتى. داخليه ومالهم حرام وعيشتهم حرام في حرام. يا اخي حرمت عليك عيشتك، انت جبت الافكار السوداء دي منين؟ مش شيء غريب. ما غريب ولا الشيطان؟ ايه يا اخي دلوقتي مش شيء غريب، قصدي الشيء غريب غلطي في اي حد الا ان انت تغلطي في فضيلته. ما كنتش كده يا يوسف، ايه اللي حصل؟ عرفت الدنيا على حقيقتها. عرفت ان الدنيا لا تساوي عند الله غير جناح بعوض. انا مش عارف الناس ملهوفين على ايه؟ مسعورين على ايه؟ يعني ابوك مش هينفعه مهرك اللي بيستهبل فيه، ولا حطامك هينفعها الشبكه مولوفات. حتى انت يا اماني، حتى انت مش هتلحقي تداوبي الخمس اوض. ثم هو انا الاقي شقه اوضه وصاله عشان اعرف افرش 5 اوض؟ يا ناس، يا اخوان، حسوا بينا
حسوا بينا، ده الشباب تعبان. اتغيرت يا يوسف. سبحان من يغير ولا يتغير. طب وحبك ليه؟ برضه اتغير؟ اهو ده الحاجة الوحيدة بقى اللي عمرها ما تتغير. بجد يا يوسف؟ تحب اثبتك؟ تعالي ولا اقول. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، هذا فسق. حب ايه ومسخرة ايه يا شيخ يوسف؟ اتق الله واترك الدنيا الملعونة وفكر. الله وحلاوة الحور العين يا سيدي وجمال الحور العين يا متدلع بقى بذمتك. ايه الحور العين؟ ايوه ولا بنتحول ملاعين. الله، ما بنتحول ملاعين دول يا مولانا، متجوز منهم 4 بالصلاة على النبي. ولا هو حلال لك يا اخويا وحرام علينا، بس ربنا قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. عليك نور، عليك نور يا مولانا. لا تنسى نصيبك من الدنيا. انا عايز حاجه كده برباها نفسي، ولا عايز راجل الحر العين ولا غشيم. يا راجل ده يبقى شكلكم وحش قدامهم يا راجل. بسيطة والله يبقى شكلكم وحش قدامهم. بسيطة والله. عايز تتجوز نجوزك يا سيدي، وما اكثر الاخوات المتطوعات. متطوعات يا يابا، هو احنا هنحارب؟ امال ايه؟ انه جهاد. والله الجهاد يا اخي يوسف، جهاد النجاح. Let's dance. ايه رايك؟ الله اكبر، الله اكبر. اختار براحتك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ سامحني يا رب. ايه ده؟ ماشي، احسن ما تقول لي حاجات مفخخه وافرح نفسي. حلوين، انا راضي. بس سؤال، هما مين دول؟ الليله كاتب الكتاب والدخل. وماله؟ اللي لا يا حلاوه، يا حلاوه. وغدا سنشرع في تنفيذ مهمتك الفدائيه ان شاء الله. وماله يابا؟ غدا ايه؟ ايه الكروته دي يا مولانا؟ إيه؟ طب شرح حصل طيب. بدعه. طب اسبوع. لا يجوز. طب خلوه شرعيه، خلوه شرعيه. قال ايه يا اخي يوسف؟ هي بلد الناس نعمه ولا ايه؟ مش كفايه ان هي هتقدر تعيش بعدك؟ الله لا، حتى تلقاك يوم القيامه في جنه الخلد ان شاء الله. عندك حق فعلا. بس السؤال يعني اذا سمحت، اتفضل. بالنسبه للناس دي هدخل عليها بالحزام كده؟ ما تقلقش، انا مش عايزك تقلق خالص. والله هتطلعوا لي؟ هي كمان هتكون متحزنه. إيه؟ والله متعذبه بايه؟ تعالى وانا اقول لك. وبعدين يا يوسف كمل. هحكي لك يا باشا، هحكي لك. الشيخ غريب، الشيخ غريب كتب الكتاب. ايوه وبعدين؟ هكمل يا باشا. على الجواب، على الجواب. احكي لنا بقى على اللي حصل وبالتفصيل الممل. ايوه بالتفصيل الممل. الله. طب انا اللي احكي لكم، ما تتفرجوا على الفيديو اسهل. فيديو؟ فيديو ونتصور كل حاجه. يلا يا راجل، طب ما تقول كده من الصبح. انتوا بتخلوا واحد يقول حاجه. يلا بقى شغلنا الفيديو بسرعه بسرعه يلا. ابدا ابدأ. ابدا اكشن. ابدا. ابدأ. حاضر حاضر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا المجاهد في سبيل الله يوسف عبد الحق السيد حسن مصطفى. اصلا انت اسمك ابو مصعب المصري، ده اسمك اقرا المكتوب هنا بالظبط وبلاش تحريف. معلش يا مولانا، أصل عينيا مزغللة شوية وحاسس إن ريقي كده لا 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 لا، انا عايزك تظهر قوي الشكيمه، رابط الجهل، اسد مغوار، فرح مستبشر بالجنه ان شاء الله. احنا أي حاضر، بس مش كنتوا تبحبحوا البتاع ده شوية بدل ما هو كاتب على نفسي كده تحت الهدوم؟ مالكش دعوه بيه، كل المطلوب منك ساعه التنفيذ تسحب صمام الامان وتضغط زر التبديل وتنتقل بسلام الله وامنه هنتقل. الى السماوات العلى. حاضر. أبدأ. ابدا. مولانا لو سمحت، لو انا اتزنقت في الحمام اعمل ايه؟ امسك نفسك شويه، ده فاكر كلمه تعملها. فرضتين. فرضتين. ربنا يستر. سير الدول اكشن. انا المجاهد في سبيل الله ابو مصعب المصري الشهيد يوسف عبد الحق السيد حسن. اسطى، انت اسمك ابو مصعب المصري وبس. ماشي. يوسف دبح طار، ماشي. طار في الهوا. حاضر. انت بيجي لو لقيت اسمك ابو مصعب المصري، ابو مصعب المصري، وده اسمك اللي لازم العالم كله يردده بعد استشهادك ان شاء الله. حاضر. يعني جت على اسم اخويا فوتوشوب وفوتوشوب، ما انا حياتي كلها فوتوشوب. جاهز يا عم مليار. مالكش دعوه بيه، ركز في المكتوب وبس. حاضر. سير الدول اكشن. اكشن. هو ده مش كلام كفار يا مولانا كده برضه؟ يا ابني ما تضيعش وقتنا. في ايه؟ يعني يا ملهجة كده بتعمل الحاجات دي كده. اقعد اهو. في ايه؟ حاضر حاضر. سير الدول اكشن. حاضر. انا ابو مصعب المصري اعلن كل امل في لقاء ربي الليله بمشيئه الله تعالى، وقد اديت واجبي تجاه ديني ووطني على الوجه الاكمل، وقمت بمهمتي الاسمى وهي الجهاد في سبيل الله من اجل نصره الحق والدين. الله اكبر، الله اكبر. سافجر نفسي بحزام ناشف. ناشف. في انت جبت الثلاث نقط بالليل دول. معلش اصل ريقي ناشف وبطني وجعني قوي وجعان. من اثر الصيام يا سيدي. انتوا لازم اخواتي تبعتوني ابتان. ستفطر في الجنة إن شاء الله وتشعر بحلاوة الإيمان في حالك. الله. بس سؤال يا مولاي، اتفضل. هي المغرب بتأذن هناك ايه؟ أول ما المدفع يضرب فيك على طول ايوه. ستشعر بحلاوة أنهار الجنة. الله الله الله. ماشي انا موافق. يلا ابدا. ابدأ. سأفجر نفسي بحزام ناسف بلد الكفر والكفار، ستقود رؤوس الظالمين على الظالمين. الله اكبر، الله اكبر. واروع الشهاده في سبيل الله. حلو قوي. انزل يا ابني بسرير الصوارم. احنا الصوارم، احنا الاوادم، احنا كل الحاجات، نؤمر نطاع نسكت فظاع. احنا الصوارم. ايه؟ هو ده الفيديو؟ ده الفيديو. انت مش قلت انهم جوزوك؟ لا باشا، لا باشا، دي اعراض ناس برضه ما ينفعش تتعرف. يعني خايفين على اعراض الناس أي. ومش خايفين على ارواحهم. المهم كمل تفاصيل المهمه اللي كلفوك بيها، كلمه كلمه وحرف حرف. هحكي لك يا باشا. عايز اعرف هفكر نفسي فين وفي مين. تعالى هنا ولا قول لي. ايه؟ قول. دول موجودين في كل مكان وهتلاقيهم في كل حته. والله؟ طيب ماشي، بس انا كنت عايز اعرف افكر نفسي فين وفي مين. قلت لك موجودين في كل مكان. بحب النسوان وكمان محلى الايام، محلى الايام، احنا كل الحاجات. عمرو يا طماطم. يلا يا ولد الطيارة ب10 تبرعوا لقوم بيت الله. تبرعوا لبناء مسجد بشبرا. تبرعوا لإقامة بيت الله. حسن علي لا تمنع بلاوي كتير. تبرعوا يا
مسلمين لله. حاجة لله يا أنس. نايل تاخد كاديك القرف والفلوس. لله يا محسنين لله. تبرعوا لإقامة بيت الله. ليلة تمنع بلاو كتير. الو ايوه يا مولانا، ايوه انا في السوق اهو. حلو. افرقع دلوقتي؟ على بركة الله. ماشي. ما تنساش تكبر قبل ما تدوس على الزر. حاضر. انا عايز السوق فحمة. هولع لك فيهم كلهم. خليك معايا على الانتصار، اسمع الفرقعه. اخيرا جت اللحظه اللي بستناها. بسم الله بسم الله توكلت على الله. الله الو. ايوه يا مولانا. ايوه عملت ايه؟ لسه ما فرقعتش اخويا، وهي الجنة فيها شبكة يعني؟ طيب هفرقع اهو، خليك معايا يا رب. عايزين نفرقع على رواقة بقى. الله وبعدين بقى معاكم الواحد عايز يفرقع على رواقة. بسم الله بسم الله توكلت على الله. الله اكبر. الله اكبر على كل ظالم ومفتري وعم يمشي كده انت راخر. يا وليه في ايه؟ انت حد كلمك؟ منهم لله ولاد الحرام سرقوا مني فلوس الجمعيه. وانا مالي يا حاج؟ 10 شهور وانا ما سبت فيها قسط لحد ما قبضتها امبارح. يا حبة عيني، وكمان قبضها الاخيره يا اختي. اعمل ايه؟ مش احسن ما امد ايدي للناس بحوش عشان اجيب جهاز البيت. وانت ايه اللي نزلك بالمبلغ ده كله لوحدك يا حاج؟ نصيبي ماليش غير المرحوم جوزي الله يرحمه. الله يرحمه. ويا ترى المرحوم ما جاش معاكي ليه يا حاج؟ نعم. إيه؟ انت بتتريق عليا؟ لا. شكلك كده حرام واقف تصدق كده انت راخر. لا حرامي ايه؟ هتفضحينا يا حاج حرامي. ايه؟ يا وليه عيب. حرامي. تقول علينا عيب. يا وليه عيب. يا وليه مش حرامي. بس يا وليه اللي هيقرب مني هفرتكه هو بس. لا حول الله. مجنون. بقول لك ايه، اللي هيقرب مني هفرقع فيه هو اللي انت جابوه. الحرام اللي سرقتني وانا مش هسيبك غير في ليل. يا ولية تهدي بقى يا ولية. مش هسيبك. كده طيب بسم الله توكلت على الله. الله لقيت الفلوس يا لقيت الفلوس. الحمد لله. كانت هتموتي. وانا مش هسيبك غير في ليل. يا ولية سيبي يا ولية. ايه ده الحرام اللي سرقتني؟ يا ولية سيبي لقيت الحساب. الفلوس لقيت الفلوس. مش هسيب. يا ولية تهدي بقى يا عيني. مش هسيبك. مش هينفع كده يا اخوانا، يا اخوانا حد يكبر في ودانها ولا يروما من كعانها. فلوس الجمعية هي ما خلاص لقيتها. طيب بقى. بتقولي ايه يا بنت؟ لقيت الفلوس فين؟ كنا ناسيين البوكة عند الراجل بتاع الستاير، والراجل ربنا يستره شالهم معاه لغاية ما رجعت له تاني. الحمد لله يا رب احمدك مال الحال عمره ما يضيع. طمنتي على فلوسك يا حاجة؟ معلش يا ابني والنبي ما تزعل مني حقك عليا. لا تزعلي مني ولا ازعل مني. خدي بنتك يا حاجة وامشي من هنا قبل ما السوق ده يولع باللي فيه. يلا يا بنت نلحق نجيب الجهاز بيقولوا الدولار هيولع. يلا دولار انت عبيطة ولا ايه؟ بقول لك السوق. لله يا محسنين لله. الله يسهل لك. طب استفتحنا طب. الله يحنن عليك. طب حاجة لله. الله يحنن عليك يا حبيبي. طب حاجة كده ساعد راجل عاجز. عاجز زي ما انت زي البومب اهو. مش أحسن ما أمد إيدي. وانت مدد رجلك يا اخويا. إيه يا أخي؟ أكل عيش. مش أحسن مسرق ولا أنهب ولا آكل ملحد. وبعدين إيه المنظر البيئة ده؟ وسع كده خلينا نشوف شغلك. هو في ايه؟ لله يا محسنين لله. حصل ليلة ابن تبرعوا لكم بيت الله. الله يحنن عليك. تبرعوا لبناء بيت الله. الله يسهلك يا تبرع لكم من بيت الله. وفي ايه؟ تبرعوا يا مسلمين لقوم بيت الله. تعالى. ايه ده؟ ايه ده كل ده؟ ثم انا عايز اعرف من وانا في ثالثه ابتدائي وانتوا بتلموا للجامع ده لسه ما اتبناش؟ مش انا، امال مين؟ ده ابويا الله يرحمه. يرحمه؟ انت ابوك قلت تعالى. انت ابوك الله يرحمه لسه ما بناش الجرم لحد دلوقتي. تبرعوا لبناء برج بشكر. اهو يخرب بيتك تبسطني. قلت الصراحه. تبرعوا لاقامه بيت الله. تبرعوا لبناء مسجد بشكر. يا محسنين. تبرعوا لاقامه بيت الله. حصل ليلة ابن بلاو كتير. تبرعوا يا
بيت الله. حسنا لله. تعالى ايه ده كل ده؟ انا عايز اعرف ايه ده؟ انا عايز اعرف اشمعنى شبرا دون عن المناطق كلها اللي بتلموا لها؟ انا ما اعرفش من ساعه ما وعيت على الدنيا ولقيتهم بيلموا الشبرا. الموضوع خارج عن ايدك يعني. وانت منين بقى يا اخويا؟ انا؟ انت. انا من حلوان. نعم. يعني انت من حلوان وبتلم الشبرا؟ طب وانت ازعل حشرك انت يا بارد؟ خلينا نشوف اكل عيشنا. تبرعني اقامة بيت الله، تبرعني بناء مسجد في شبرا. خد هنا اكل عيشك. هو النصب على الناس بقى اكل عيش، والشحاته بقت اكل عيش، والسلع اللي بقت عين عين بقت اكل عيش. لما كلكم بتستسهلوا الحرام وبتستعبطوا على بعض، امال مين اللي هيشتغل بحق وحقيقي؟ مين اللي هيعلم؟ مين اللي هيعلم ويصنع؟ فعلا الامتحانات فيكم من حزام الناسف اللي انا لابسه. بسم الله بسم الله توكلت على الله. الله اكبر. يوسف يوسف اما ابني يا ضنا يا ابني. انت ايه اللي جابك دلوقتي يا اما؟ اخس عليك يا يوسف، بقى ترجع من السفر من غير ما تقول لنا يا ضنايا. من بعيد يا اما، معلش او اللي حصل بقى كنت مسافر. ده ابوك هيفرح قوي انك رجعت بالسلامه. من بعيد ابوس ايديك. انت وحشتني قوي يا يوسف. انت اكتر يا اما، انت وحشاني قوي والله. نفسي اترمي في حضنك. انا كان نفسي تبقى في حضني يا ضنايا. وانا كمان. ولا حاجه غصب عني، اصل انا متوضي. وين يا ولا ده امك يا ولا، يعني اشيلك على حجري واشكك ولا قعدك يا واد. استنى لا تهشكني، ده ايه خطر عليا وعليك يا ام. من بعيد ابوس ايديك. وانا اللي افتكرت انك حلقت دانك وربنا تاب عليك. طب عليا؟ طب من عليا من ايه؟ هو انا كنت كفرت؟ ايوه كفرت وكفرتنا كلنا. اعوذ بالله. كفرت بأهلك وكرهت عيشتك ورحت تتلطم في بلد ما يعلم بها الا ربنا. كل ده ليه؟ عشان ما جوزتش اماني بنت السول سلام. طب احنا ذنبنا ايه؟ احنا ذنبنا ايه؟ احنا قلبنا عليك يا ضمان. ذنبكم ايه؟ وهقول لك ذنبكم ايه وما تزعليش مني. ذنبنا فعلا، عندك حق. ذنبنا ان احنا ربناك وكبرناك وعلمناك في المدارس يا يوسف. هاي الله ربطوني. طب انت اللي ربطوهاش. والتعليم ايه اللي علمتهولي؟ يا ريتكم يا شيخ، يا ريتكم اللي علمتوني اسرق ولا انهب ولا حتى افتري على العباد. ما كانش زمان ده حاجه. كان زماني عندي بدل الشقه 10 وبدل العربيه 1000. كان زماني متجوز. كان زماني متجوز اماني اللي حبيتها وحبتني. انت معدي مننا قوي يا ضلال. تقدري تقولي لي ابويا فين يا اما؟ ابوك استني ما تقوليش. انا هقول لك هيكون فين؟ جيت في مولد ولا طريق؟ عمال يهز راسه مع الدراويش والمجازين. لا يا ضلال. اسكت انا مش زعلان منك. انا بكرهه. ايوه بكرهه. ما تظلمش يا يوسف. ابويا بقى انا يا اما معلش لوحدنا. ده بقى القضيه كلها والدرش. انا افرق عنه ايه؟ انا كمان بعت القضيه والدروشت. بس تقدري تقولي كده اتدروشت على طريق. لا يا يوسف، ما تظلموش. ابوك والله بيصلي الدور هنا وتلاقيه كان عمال يدعي لك، وهو ربنا الحمد لله استجاب ورجعت لحضننا. يا اما بصي ايديكي من بعيد. انت مش عايز تترمي في حضن امك يا ضلال. انا مش عارف ايه اللي جابك دلوقتي. اخس عليك يا يوسف. كان زماني خلصت اللي انا جاي عشانه ومشيت. كده يا ضلال. يا قلب ما تزعليش مني وسلمي لي على ابويا وقولي له اني مسامح.
وسلمي على اماني. سلمي على اماني وقولي لها ان ما تقوليلهاش انا خلاص عرفت طريقي وعرفت نهايتي. ده مش يوسف، مش هو يوسف اللي كان، مش هو نورت الزمان. يوسف خطاوي اتكعبلت، ضلت طريقها والمكان. مش هو يوسف، مش هو يوسف اللي كان، مش هو نورت الزمان. أفكار غريبة اتشكلت، قفلت على عقله البيبان. مش هو يوسف، مش هو نورت الزمان. يوسف خطاوي اتكعبلت، ضلت طريقها والمكان. مش هو يوسف. وما فجرتش نفسك في السوق. ايوه يا باشا، ما كانش ينفع. انا بقى زعلان من امي وابويا. ليه يا يوسف؟ وايه اللي حصل بعد كده؟ الشيخ غريب، الشيخ غريب اللي فعل عليا جدا في التليفون وشتمني، بس انا قلت له هعوضها لك في اقرب وقت. الو، يعني ايه ما قدرتش تنفذ لحد دلوقتي؟ إيه؟ هو ليه جايان؟ اهدى بس يا مولانا كده وصلي على النبي. هعوضها لك في اقرب وقت. ازاي؟ انت ضيعت علينا فرصه مش هنعرف نعوضها تاني. وانا اعمل لك يا اخوي؟ مش لو كنت وديتوني ابرص كان يبقى احسن. ابرص ايه ودي كلمه ايه؟ انا عايز عمليه تهز البلد من جوه عشان تطهرها من الكفر والضلال المنيهه. عيني ههزها لك هزه ولا اجدع هزه ارضيه يا مولانا. طيب لما تشوف اخرتها معاك ايه؟ لا ما تقلقش يابا، هم الكفار هيروحوا مننا فين يعني؟ ما هم متلقحين يا اخوي، متلقحين في كل حته، في الشوارع وعلى النواصي وحتى على القهاوي. محمد صلاح يا رب، يا رب يا صلاح. محمد صلاح، محمد صلاح. وهوبا الله 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 يا ابن حبيبي يا باشا، والله معلمه. يا فتله ما رصيتش الكراسي عدل ليه يا فتله بس؟ يا فاتح يا باشا نهارك ابيض. يا فتله نهارك زي يا فتله يا فنان، بقول لك ايه؟ انا عايز واحد شاهد. حسابك كده يا فنان على فكره. يا فتله انت عارف ان انا جالي مسلسل والدنيا هتظبط يا فتله. يا عم بقالك 7 سنين تقول نفس الكلمتين دول وانت كومبارس حقير يا فنان. يا فتله هروق عليه. يا عم بقول ولا يا فتله يا معلمه ما تجيبلكش على حسابي يا عم كفي نفسك انت كمان، انت عارف تدفع اللي عليك. اقعد بقى تاكل. شكرا يا استاذ جميل. يا مولانا عيب عليه، قلت لك ما تقلقش هفجرهم لك كلهم. ماشي في رعايه الله. ادعي لي بقى اطلع فوق. مع السلامه مع السلامه. فعلا هو ده المكان اللي يستاهل الحرق بجد. بسم الله توكلت على الله. الله اكبر. ايه ده؟ لا ايه؟ مش مصدق عيني. مش انا انت؟ مش انا والله ما انا. لا يوسف عبد الحق. يوه وبعدين بقى هو انا كل ما اروح خراب الاقي عفريت؟ اقعد يا يوسف، مش فاكرني هلا. انا اسامه جد الله يا اسامه جد الله. اسامه جد الله؟ ايوه انت اسامه جد الله؟ مش فاكرك يا اسامه جد الله. طب اديك اماره؟ اديني. بوابه البنت عماني بنت سوق سلامه. بس بقى ايه لازمته السياح ده؟ شوف انت رايح فين، خلينا نشوف شغلنا يا عم. شغلنا؟ ايه يا يوسف انت بتشتغل ايه؟ بتسرح فين؟ يعني على قد كده بسرح بشويه متفجرات كده. يخرب بيت عيشك. يخرب بيت تقل ايدك. اسمع يا انا، ما تمدش ايدك عليا، ما تمدش ايدك عليا تاني. ايه يا يوسف؟ توحشني انا. تعال نقعد. تعال. تشرب ايه؟ بس خلاص. لا صايم. وانا فتله. معلمه ايوه جاي. شوف الباشا يشرب ايه؟ اشرب يا باشا. لا شكرا يا استاذ انا صايم. على الطلاقه تشرب حاجه. صايم حضرتك؟ يا عم صوما مقبولا وافطرا شهيا وهتفطر حاجه. بس انا حلاها. اصل جميل
جاي لك واحد على حسابك يا عم كفي نفسك كفي نفسك الله يفتح عليك. سبب خلي تسلم عليك. اديله عناب سخن يا فتحي بسرعه. وعندك تلعيب الشاب الزباله للفنان. يا هواجي ده ولا بتاع شاورما سوري ده؟ كومبارس هو معاملته قاسيه معاكم ليه كده؟ هو كده بيحبني. ايه يا ابني؟ إيه؟ فينك وفين ايام؟ انا؟ انا كنت مسافر كده شويه يعني. اما انا سمعت عنك شويه حاجات يا يوسف. سمعت؟ يا ترى بقى سمعت ايه؟ سمعت انك ان ايه بقى؟ سمعت انك استشياخ انا؟ وربيت دقن. ايه ما فيش دقن اهو. ومشيت مع الجماعه. لا جماعه ايه؟ انا قدامك اهو اخويا شخص ليك. لا دقن ولا جلابيه. تقولش انا فاكرني لابس حزام لاسد؟ ولا فاكرني الهادي؟ ممكن ليه لا؟ يخرب بيت دمك يا يوسف. يخرب بيت غباء. اسمع يالا ما تمدش ايدك عليا تاني. انا بقول لك اهو. سميان لما اشوف شغلك اجري. انت بتعمل ايه هنا؟ انا شغال هنا. ايه؟ شغال هنا؟ اه. تشتغل ايه؟ محسوبك تاجر. تاجر؟ اه. تاجر في قهوه؟ تاجر مخدرات؟ طريق اسود. يا ناس يا هو صاحبي تاجر مخدرات يا ناس. ايه اسكت. انا فوق مخدرات وحشيش وبانجو. انت فوق؟ انا فوق خالص معاهم؟ انا بوزع برشام وبودره كده. برشام وبودره؟ خسيت يا جهنم وبالصناصير. بسم الله الله اكبر. يوسف ايه؟ انت كل شويه ايه في ايه؟ اصل عليا نادي عليا نادي. انا بمسح كده شويه كروت شحن على الماشي. شحن؟ تعالى قبل ما تفهمني. تعال. كروت شحن ايه؟ انت تبقى بتاع كروت شحن. انت بتاع كروت شحن. يا زول يا باشا. لا مؤاخذه. هو في ايه؟ معلش. شكرا انا اسف. شكرا. استنى عندك. اللصه جميل في الاول قال لك هاتوا شاي. الراجل كتر خيره ما جبتوش. مش مشكله. اسامه قال لك هاتوا عناب برضه ما جبتوش. ومستحملين تقلي دمك. انت هتجيب الشاي ولا لا؟ عليا الطلاق امي لو طلعت من التربه ما انت شارب شاي. ايه ده؟ صعب عليا. استاذ ابراهيم اتفضل. انا صايم. ازاي كده؟ قلبي يا رب كله بثواب. على الطلاق ما انت شارب. اشرب يا باشا. حاضر. لهم مقبوله. اشرب حاضر. مدفع ضرب. انا اسف اهو. حد زقك عليا. حاضر. انا قلت لك ثواب. يوسف بوزع كروت شحن. باخد من الوكيل بسعر اقل من الجمله والف في الشوارع والقهاوي اوزع بسعر ارخص من المحلات. ومعايا بقى بس انا عاينها دلوقتي. معايا مكنه شحن على الهواء. مكنه شحن على الهواء؟ وكروت شحن. خساره. خساره يا سامي. انت انا مش ناوي عاجبك الريس تجاره؟ يا عم ما انا بتاجر اهو. مش احسن من حبسه البنوك والقعده في التكييف. ده حتى بيجيب الروماتيزم. ده ايه ده ان شاء الله؟ التكييف يا يوسف بقى. انا كده يا عم حر نفسي. لا مدير يتحكم فيا ولا ريسكوس يحطني في دماغه ولا بدله وكرافته ومسائل كدابه. بس بقول لك ايه بقى؟ سؤال اخر بتاعك. ايه رايك في الحته من اسبوع؟ حته من صباعك. فعلا شكلك كده يا اسامه نسيت احلامك بتاع زمان. ايه يا عم يوسف؟ ما احنا كلنا كان عندنا احلام ونسيناها. احنا دلوقتي بنبحث على ارض الواقع. فحت على الناشف. والواقع ذات نفسه بيهري وينكت في اللي جابونا. بس قولي بقى كل دوت في اي حاجه. اشحنك. شكرا يا اخويا. مش عايز اشحن. انا مشحون على الاخر. فاضل لي تكايه وهفرق. يا ابني امشي من المخروبه دي بقى. بوس ايدك. يا جدع امشي ايه؟ ده انت وحشني وحشه سنين. وبعدين حد يسيب الصحبه الحلوه دي والناس الجميله دي ويروح يا عم يوسف. صحبتي يا اخويا. مين اللي قال لك ان دول صحبه؟ دول شويه صيع ومقاطيع. انا لو طلع نهار اسود يا رجاله. يلا على شويه صيع يا رجاله. الحقني يالا. شوفك الشوق اطلع لفوق. لا مش هطلع والله. مش انا اللي قلت. انت قاعد يعتنك بقى. انت شغال ايه؟ انا تاجر متفجرات. ليك شوف حاجه يا بابا؟ لا شو تبكر ونص متفجرات. اهدى يا فتله. صلي على النبي. طلع يوسف صاحبي عبد الحق من ايام الكحرطه. يقوم يقول علينا صيع يا اسامه. الصراحه بقى يا اسطى بسيوني
ما شتمك انا ما بلغك. انت سمعت عنه بصراحه؟ لا خلاص الحقني يالا خلاص الحقني يالا يبقى براءة. هموت هموت. ما اقول لك ايه يا اسطى؟ يا عم يا جميل، مش تعرفنا على صاحبك يا ده يوسف عبد الحق. ايه يوسف كده حق. استاذ يوسف عبد الحق صاحبي وابن حتتي. بقول لك على حاجه فخم. كان بيحب البنت يا ماني بنت السلام. الله ايه السلاح ده بقى يا عم اسامه؟ ايوه انا اعرفها. هي مين اللي تعرفها؟ اماني بنت السلام سلام. إيه انت كمان تعرفها؟ يا عم احنا كلنا عارفين اماني. عسل يعني ايه؟ لا بقى الظاهر ان هي دي اللحظه الحاسمه. بسم الله توكلت على الله. الله اكبر. هو انت كل ما حد يكلمك على صلاه الفجر ما تهدى شويه يا ما تحسوش قوي كده يا اخويا، طب لك عرق. هيطق دلوقتي ويولع في الكرخانه دي اللي فيها. بسم الله توكلت على الله. الله اكبر. يا يوسف كلنا عارفين اماني. حتى انت؟ لا وفيها لما نعرف اماني يا عم يوسف. فيها ايه؟ فيها رياضه كتير ودمها هيبقى له. لا كله الا الشرف. كله الا الشرف يا جدعان. كله الا الشرف. امسك كده يا عم. الله اكبر انت محمود عليها كده ليه؟ ده من بيت عيلتك. هو مش قال لك اللي كنت بحبها؟ ما كلنا بنحبها. كلنا بنحب اماني. كلنا بنحب اماني. ايوه كلنا بنحب امان. كلنا بنحب اماني عشان خاطر ابوها الراجل الكمل. ده مين ده؟ ابو اماني. راجل خدوم. ده مين ده؟ ابو اماني. ما بيتاخرش علينا في عيده حاجه. ده مين ده؟ قلت لك ابو اماني. خير علينا كلنا. ده مين ده؟ ابو اللي تولع اماني. انا حاسس ان انتوا بتتكلموا عن ولي من اولياء الله. ولا ايه؟ ده اكتر من اللي بتقول عليه كتير يا ده كفايه بخلص البلديه والعربيه والشغله كلها واحنا قاعدين في بيوتنا من غير رن التليفون حتى. حاول. طبعا بالرشوه والمحسوبيه يا اخويا. لا وغلاوتك كله لله في الله. عامل حساب للجيره والعشره. انا مش مصدق حاسس ان انتوا كده بتتسلوا بيا بدل قعدتكم فاضيين على القهوه. ايه مالك توسيوني يا جدعان يا فاضيين يا توسيوني يا ابني. احنا قاعدين على القهوه دي بناكل عيش. تاكلوا عيش؟ تاكلوا عيش؟ ايوه. ايه يا عم يوسف انت قاعد تقطع في الناس من الصبح ودوت صايع ودوت ضايع. شو وقت الساعه اللي انت بتتكلم عليهم دول؟ ما استنوش الحكومه تشغلهم ولا ما مدوش ايديهم اللي يسوى ولا ما يسواش يشحتوا منه. لا ده نزلوا وتعبوا وشايوا عشان يجيبوا الجنيه على جبينهم. وبعدين انت مالك محلول قوي كده ليه يا اخويا؟ وقاعد تصيع وده ضيع وده مش عارف ايه. خليني بقى اعرفك بشويه الصيع دول. ده عمي جميل السمسار بيجيب اعماله من على القهوه. اي شجر قديم. ايدار جديد يا راجل مقنع. انا قاعد ورا خسيت. اما ده بقى الوسطى بسيوني مقاول الحته. الناس كلها عارفه مكاني على القهوه. تاخد رقم التليفون يمكن تحتاج له ببرمه ولا اي شغلانه. شكرا يا عم الحاج. اما ده بقى حفل العجلاتي. احسن واحد عجلاتي في الحته. مساء الفل يا كبير. اما ده بقى الواد ابراهيم الجميل. اسف يا استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم الجميل مخرج ثقافه جماهيريه. جماهيريه يا حمار. جماهيريه هي دي. وبعدين ما تبقاش اوفر كده. خليك سلس في ادائك. حاجه نفس ابراهيم الجميل اهلا وسهلا. مخرج ثقافه جماهيريه. سينما، تلفزيون، مسرح، كومبارس. على فكره انا تقيل وتقيل قوي بس في الوزن. عارف افهاتكم السخيف. انا بقيت اكره كلمه فنان دي. انا كنت احسن ممثل ثقافه جماهيريه في الاقليم. كنت لما اخش المسرح الصاله تبقى مليانه بالجمهور. الستاره تتفتح وابدا بدخلتي. السمسيه كان بيهدي المسرح.
تحيه وابدا بمشهدي واقول يا انا مش فاكر اي حاجه من كتر الادوار الصامته اللي انا بعملها. ما بقتش عادي، ما بقتش فاهم. انا بحب المسرح قوي، خدني في طريق ولا عارف اكمل ولا عارف ابطل. انا كل يوم بتنطط من قصر ثقافه لقصر ثقافه تاني. انا ممثل في اجيل. ما يغركش القعده اللي على القهوه دي، انا اصلا مش لاقي حته اقعد فيها. يا عم اقعد، احنا كلنا قاعدين على القهوه وطبعا عيني صعب عليا قوي. كلهم كتير وكتير يا عم يوسف زيه كده. اما ده بقى سيبولي بقى انا اعرفه بنفسي. لا بلاش. طيب على انزل يا ابني بالموسيقى يا ابني. انا فتى القهوجي 7 سنين فاتح القهوه دي عشان اكل بيها عيش. شويه الزباله دول بيشربوا ببلاش من الليل للنهار، ما بيدونيش جنيه. نفسي اروح البيت بفلوس وحشمت شكل الفلوس يا استاذ. معلش انا تعبان وعايز اخش الحمام مش قادر. معلش يا اخويا. تشرب حاجه يا استاذ؟ انا اللي صايم هناك. واحد فتله وطلعه. الناس دي تقطع القلب قوي. لا بقول ايه يا جماعه؟ هو مش المفروض برضه نروح نوجب مع الراجل الطيب في ليله زي دي؟ طبعا يا اسطى مسيوني ده قال له واجب. يوجبوا مع مين؟ بقول لك ايه؟ تعالى معانا وانت ساكت. هاجي معاكم فين؟ هنروح نبارك للسور سلام. قدرت له على ايه؟ دي كنتش تعالي وزير داخليه؟ لا، فرح بنته النهارده. بنته مين؟ اماني مين؟ اماني هتتجوز؟ ايوه. يعني ايه؟ اكيد لا. يا رب جيب عليها وطيعه يا رب. ادي البداية واللي كان واللي حصل، يغسلوا المخ اللي مضروب بالمثل. ادي البداية واللي كان واللي حصل، يغسلوا المخ اللي مضروب بالمثل، ويدللوه ويضللوه وبيوهموه باللي يقولوه. شياطين يبانوا في طوب ملايكة، سمهم غرقان عسل. الف مبروك يا استاذ حسام. الف مبروك يا حبيبي. حبيبي يا عم سلام. اهلا يا هواد. الف مبروك يا راجل يا عينيه. يبارك فيك وعقبالك. هو انا قادر اصرف على اللي في البيت لما اتجوز تاني يا عم سلام؟ معلش يا ابني. ثاني وثالث ورابع كمان. ايه اللي جاب الواد ده هنا؟ الله جاي اهني وابارك يا ابو اماني. انت جاي تهني ولا جاي تبوظ الفرح؟ ايوه انت. وحياة البدله والجرافات الجمال دول انا جاي مخصوص عشان ابارك واهني. ده انا حد كاتب لاماني اغنيه مخصوص حتى اسمع. اماني يا اماني عجباني، يا اماني عجباني. انت بتقول ايه يا ولد؟ حسك عينك تبص البنت تاني. الدبان الازرق مش هيعرف مكانك ايه. فاهم ولا مش فاهم؟ ليه بس يا عصير يا ابن الاصول؟ ده انا حتى بتحسب لك مخصوص عشان ارقص في فرح اماني. تعال في حضني يا ابن الاصول. قليل الادب وعاوز تتربى يا ولد. حقك عليا يا عم سلامة. روق كده وصلي على النبي.
انت عارف يوسف طول عمره بيحب القلب، واحنا ولاد حته واحده بقى. الواد قليل الادب وعايز يتربى. يا رسول سلام. ايه؟ انت قلبك طيب يا راجل يا طيب. ما بيقول لك ايه؟ من قبل نوم العوازل كان السلام بالايد. صبح السلام بالكتابه من بعيد لبعيد. يا ليل. فتفعلوا بالله حبكم للسلسله يا حبايبنا كل يوم بيزيد. ده الحب من القلب مش لازم سلام الايد. ربنا يبلغ ونسيبها يا اسمع يا ولد، حسك عينك لتاني مرة تجيب سيرة بنتي تاني على لسانك، فاهم ولا مش فاهم؟ ليه بس يا ابو امان؟ ازاي ما جبتش سيرتها؟ ده حتى اسمها كله احاسيس ومعاني. حتى اسمع امان يا امان عجباني، يا امان عجباني. مش بقول لكم الواد ده جاي يبوظ الفرح؟ انا قلت من الاول الواد ده هيجي يبوظ معانا الفرح يا عم ابو اماني. اماني يا اماني يا اماني. الله اهدى بقى يا عم يوسف، الفرح مليان رتب وعساكر كتير. حلو قوي، الحبايب كلهم متجمعين. استاذ اشرف والرجاله الصلاه على النبي، يعني تكه واحده هنبعت الحبايب لأقرب فوق، وربنا يقدرنا على فعل الخير. يا جدع ارحم نفسك شويه بقى، انساها انساها يا اخي. ولو ربنا رزقك بيها هيرزقك بغيرها اكيد. غيرها؟ مين قال لك ان في احسن من غيرها؟ هي وغيرها اتخلقوا بس عشان يوجعوا في قلوبنا. هي وابوها وامها مش عايزين حزام نازل، عايزين سور الصين العظيم يتحوط بنووي عشان يحوق فيكم. يا يوسف ما يبقاش قلبك اسود كده يا جدع. قلت لك انساها انساها بقى. انساها؟ انا ما حبيتش غيرها، انا ما تمنيتش غيرها في حياتي. عمري ما كنت اتصور ان اشوفها بتتزف على واحد غير. عمرك ما هتحس بيا. انا النار اللي قايده جوه اقوى واشد من 100 مليون حزام ناسي. العروسه وصلت. مجنون عشان حبيتك يا اماني؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده كمان؟ ايه مش باين عليا ولا ايه؟ انا العريس. عريس؟ وانا يوسف كنت بحب مراتك وهتجوزها. انت باين عليك اكيد شارب حاجه. شارب حاجه؟ ده انا صايم يا ابني بقالي 3 ايام. الواد ده عايز يضرب. روق يا عم سلامه. صلي على النبي بقى، ده ليله ليله العروسه. الله هو يوسف خلاص بقى يا ايه؟ عريسنا اخلي بتاع الدي جي يرقصك دلوقتي، ورقصنا يا جدع. بقى رايحه تتجوزي عليا يا اماني؟ ماشي. اهدى بقى يا يوسف، قلت لك اهمها يا يوسف وحد الدور. سيبني يا جدل، بقول لك سيبني. انا مش جاي ابوظ الفرح، والله ما جاي ابوظ الفرح. اللي جاي اولع في الفرح باللي فيه، وانت اولهم يا اوان. لازم تموتوا، لازم كلكم تموتوا. بسم الله بسم الله توكلت على الله. الله انت الغريب في وسط ناسك، مرفوض ومن ساسك لراسك. انت الغريب
وسط ناسك مرفوض، ومن ساسك لراسك بعت نفسك للشيطان من غير تمن. بعت نفسك والنتيجة الكل داسك. انت الغريب في وسط ناسك مرفوض، ومن ساسك لراسك. انت الغريب في وسط ناسك مرفوض، ومن نسيت تسحب صمام الامان. الحمد لله انكتب لكم عمر جديد. ما اخبيش عليكم يا باشا، انا اللي كنت قاصد. ليه يا يوسف؟ انا اللي كنت قاصد اني ما اسحبش صمام الامان. ليه يا يوسف؟ نفس اللي حصل في السوق. ايوه، نفس اللي حصل في السوق هو اللي حصل في القهوه. كل ما اروح في حته سيبوني هحكي. كل ما اروح في حته الاقي حد عزيز عليا. امي، ابويا، صاحبي وجاري وقريب. كلكم بقى يا باشا، واماني حبيبه القلب كم تاني. ما كانش ينفع. هي اتجوزت واحد غيري، بس ما كانش ينفع اموتها واذيها. الحمد لله انك فوت في الوقت المناسب. في لحظه كده يا باشا اكتشفت ان الكره زي العمى، وان الغضب اسود من عتمه الليل. ما عرفتش افكر. ما كانش ينفع افكر نفسي. ما كانش ينفع. تسيب كل المسارح اللي في الدنيا دي وتيجي المسرح ده هو بالذات عشان تفكر نفسك فيه؟ قلت يمكن الاقي ناس ما اعرفهاش، ناس ما شفتهاش قبل كده ولا اعرفها، ناس تستحق الموت. بس ما عرفتش. لقيتهم يا يوسف؟ لقيت حواليك اللي يستحق انك تفجر نفسك فيه بحزام ناسف؟ هو انا لحقت يا باشا؟ ما انتوا طبيتوا عليا زي القدر المستعجل. على العموم احنا لسه فيها. بصوا في وشوش الناس دي. انزل ما تخافش. دقق كويس قوي في ملامحك. افرز وشوف. شوف مين فيهم يستحق الحياه ومين فيهم يستحق انك تفجر نفسك فيه بحزام ناسف. انزل. هو ده اللي حيرني يا باشا. كل ما اروح حته الاقي الناس ملامحها قريبه مني. ناس كتيره في البلد دي تشبه ابويا وامي، وناس كتيره فعلا تشبهني. والمصيبه ان كل ما اقرب من حد الاقيه بيضحك لي وكانه يعرفني من زمان. وبرغم الشر اللي جوايا والسواد اللي مالي نفسي كنت بلاقيهم يدعوا لي. كانوا بيدعوا لي، وكمان كانوا بيطيبوا خاطري. ده اللي كان بيزود حيرتي اكتر واكتر. وسؤالك كان دايما بيتكرر جوايا: مين في الناس دي يستحق الموت؟ مين في الناس دي يستحق ان افجر نفسي فيه؟ انتوا ساكتين ليه؟ ارجع لعقلك يا يوسف. حد يرد عليا، حد يجاوبني. مين يستحق الموت؟ انت يا استاذ، ولا انت يا مدام، ولا الاستاذ اللي ما بطلش ضحك من ساعه ما المسرحيه بدات، ولا الامور الصغير اللي لسه ما يعرفش يعني ايه كره وخراب ودمار؟ انتوا ساكتين ليه؟ حد يرد عليا، حد يجاوبني. مين يستحق افكار غريب واللي زيي؟ مين؟ غريب. ايوه ماشي، غريب اللي يستحق الموت.
لا ما يستحقش الموت بس، ده يستحق الهلاك. اما الناس دي مكتوب لها الحياه بطيبه قلبها وضحكتها الصافيه، ربنا وعدهم بسر الحياه. والحمد لله العمليه فشلت والطياره رجعت من قبرص بالسلامه. واماني اتجوزت وربنا تمم بخير. خلاص انا ما عادش ليا لازمه. استاذن انا بقى. استنى عندك، دخول الحمام مش زي خروجه، لازم تتحاكم يا يوسف. موافق ان اتحاكم. سيبوني بس قبل ما تحاكموني يا باشا حاكموا غريب واللي زيي. ده في منهم كتير قوي. حاكموا اللي بيلعبوا بعقول الشباب وبيلعبوا باسم الدين والدين منهم بريء. حاكموا اللي بيزرعوا في قلوبنا ليل ونهار لكره لاهالينا. حاكموهم يا باشا. وحاكموا الاعلام التافه يا باشا المصروف عليه بالملايين عشان بس يخرب ويدمر وينشر الفتن والكذب. وحاكموا اللي يسلمونا يا باشا للفقر والجهل والمرض سنين طويله. وطهروا البلد يا باشا. طهراء ما تجوش علينا، ده احنا غلابه. والله العظيم غلابه يا باشا. ايه يا ابني؟ كفايه انك بقى بتقول مسرحيه يا ابني. وانت يا باشا مش خلصت القضيه وقبضت عليه؟ سيبونا بقى نشتغل ونشوف اكل عيشنا. وانت يا عم ابراهيم انزل يا عم حاجه فرحي كمان غار المود الازرق اللي احنا فيه ده. استنى يا ابراهيم بعد اذنك يا باشا. ينفع قبل ما تحاكموني افرح ولو دقيقه واحده؟ ينفع يا يوسف. يا ابراهيم يا باشا انزل يا عم حاجه فريح يا عم خلص. حاضر والله انا دمعت اصلا. وكل يوم فيه الحياة بتبدأ، خلي الجريء ثابت على المبدأ. وكل يوم فيه الحياة بتبدأ، خلي الجريء ثابت على المبدأ. خليك جريء ما تخافش من بكرة، تلقى الحياة على طول بتتصدق وتعيشها بدون رتوش عيشها وانتبكي في يوم اوام تفرفشها، تلقاها بتغني عشانك 100 غنوة احلامها في لحظة واحدة بس تتحقق. وكل يوم فيه الحياة بتبدأ، خلي الجريء ثابت على المبدأ. وكل يوم فيه الحياة بتبدأ، خلي الجريء ثابت على المبدأ. وتاني نقولك اوعاك تسلم للشيطان عقلك، وانت امشي بضمير ما بينامش، عمرك ما تتوه ولا هتغرق. وكل يوم فيه الحياة بتبدأ، خلي الجريء ثابت على المبدأ. وكل يوم خلي الجريء ثابت على المبدأ. وكل يوم فيه الحياة بتبدأ، خلي الجريء ثابت على المبدأ. وكل يوم فيه الحياة
المبدأ. خليك جريء جريء، ما تخافش من بكرة، تلقى الحياة على طول بتتصدق وتعيشها بدون رتوش عيشها، وانت تبكي في يوم أوام تفرفشها، تلقاها بتغني عشانك 100 غنوة، أحلامها في لحظة واحدة بس تنتهي. وكل يوم في الحياة بتبدأ، خليك جريء ثابت على المبدأ. وكل يوم في الحياة تبدأ، خليك جريء ثابت على المبدأ. تاني نقول لك اوعاك تسلم للشيطان عقلك، امشي بضمير ما بينامش، عمرك ما بتتوه ولا هتغرق. وكل يوم في الحياة تبدأ، خليك جريء ثابت على المبدأ. وكل يوم خليك جريء ثابت على المبدأ. وكل يوم في الحياة تبدأ، خليك جريء ثابت على المبدأ. خليك جريء ما تخافش من بكرة، تلقى الحياة على طول بتتصدق وتعيشها بدون رتوش عيشها، وانت تبكي في يوم أوام تفرفشها، تلقاها بتغني عشانك 100 غنوة، أحلامها في لحظة واحدة بس. وكل يوم في الحياة بتبدأ، مسرحية حزام آسف، أشعار أيمن حافظ، على المبدأ. ألحان الأستاذ محمد ناجي. ديكور وملابس مهندس علاء الحلوجي. استعراضات كابتن سامح ابو العلا. إضاءة عبد الله ناصر. مخرج منفذ محمد شيكو. إبراهيم الجميل. حزام ناسف تأليف السيد فهيم. إخراج المبدع أشرف عبد الجواد. حزام ناسف تحت رعاية وإشراف قصر ثقافة كفر شك برئاسة محاسب أشرف يوسف.